السؤال الأول، يلاه ركبت عجلة جديدة، السرعة اللي يمكن ليا نمشي بها هي 80,000 كيلومتر في الساعة، 80 كيلومتر في الساعة، 100 كيلومتر في الساعة، 120 كيلومتر في الساعة. الجواب الصحيح هو رقم واحد. أقصى سرعة مسموح لنا نمشيو بها بعجلة احتياطية هي 80 كيلومتر في الساعة، حيت العجلة الاحتياطية كنمشيو بوتيرة ناقصة على الوتيرة اللي كنمشيو بها ديما. يعني في السؤال تسولونا على أقصى سرعة نمشيو بها هي 80,000 كيلومتر في الساعة. الجواب الصحيح هو رقم واحد. ننتقل للسؤال الموالي. السؤال الثاني، يمكن لي نغير المسلك إلى المركبات اللي على اليسار كتمشي بسرعة؟ نعم لا. إلى المركبات اللي على اليمين كتمشي بسرعة؟ نعم لا. الجواب الصحيح هو رقم جوج ربعة. ملي كيكون الازدحام وكيكون عندنا بزاف المسالك ممسموحش لنا نغيرو المسلك، كنبقاو شادين المسلك ديالنا ونبقاو غاديين مع العربات اللي قدامنا. أما إلا غيّرنا المسلك غنوليو في هاد الحالة كنعرقلو حركة السير. يعني الجواب الصحيح هو رقم جوج ربعة. مخصناش نغيرو المسلك ونبقاو محتفظين بالمسلك ديالنا. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال التالت، كنسير في طريق السيار؟ نعم لا. الجواب الصحيح هو رقم واحد. باش نعرفو أن هادي طريق السيار كتبين لينا في العلامة بلي راه رقم 50 50، وهذا الرقم خاص بطريق السيار. وغنلاحظوا باللي راه الطريق فيها شريط توقف الاستعجالي، وغنلاحظوا في الطريق أن فيها علامات باللون الأزرق، والعلامات اللون الأزرق كتميز طريق السيار. ونلاحظوا باللي أنه تتوفر على شريط الوقوف الاستعجالي وكذلك الحواجز. يعني هاد الطريق طريق السيار. الجواب الصحيح هو رقم واحد. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الرابع، هاد العلامة كتعنيني إلا كنت متوقف؟ نعم لا. في سير؟ نعم لا. الجواب الصحيح هو واحد ثلاثة. هاد العلامة دائما كتعنيني واخا نكون أنا متوقف ولا على سير أو على الراكبين أو على حتى المشاة. كتعني أي واحد غادي في هاد الطريق ما مسموحش ليه يرمي مسببات الحريق. يعني الجواب الصحيح هو رقم واحد ثلاثة. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الخامس، في حالة توقف العجلة نوقف في الحين، نكمل بوتيرة منخفضة قبل الخروج من النفق؟ الجواب الصحيح هو رقم جوج. ملي كنكونو حنا في النفق ما مسموحش لنا بالوقوف والتوقف، حتى ولا وقع توقف في العجلات خصني نكمل بوتيرة ناقصة حتى نخرج عاد نقدر نوقف، حيت إلا وقفت غنسبب مشكلة وغنوقف حركة السير. حيت النفق تيكون مضيق وممنوع علينا الوقوف والتوقف. خصنا في هاد الحالة نكملو بوتيرة ناقصة حتى نخرجو، وديك الساعة نوقفو نصلحو الخطأ. يعني في هاد الجواب الصحيح هو رقم جوج. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال السادس، المدة التي يستمر فيها الإبهار في العين عند الخروج من النفق هي 20 ثانية، 10 ثواني، 5 ثواني. الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة، 5 ثواني. ملي كنخرجو من النفق تيكون الظلام، وملي كنخرجو كنتعرضو لواحد الإضاءة تتسمى بالإبهار، وهذا الإبهار كيدوم في العين لمدة ديال 5 ثواني. الإبهار كيدوم في العين دائما 5 ثواني. هذه قاعدة وكتحط في الامتحان تيسولوك عليها، يعني تكون ديما هاد القاعدة ضابطة. يعني الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال السابع، إلا تم الهرب من الشرطي واش كتعتبر مخالفة جنحة؟ الجواب الصحيح هو رقم جوج، جنحة. ملي الشرطي كيطلب منا الوقوف وما كنوقفوش ليه، في هاد الحالة حنا ترتكبو جنحة الفرار. تيتم الخصم ديال جوج النقاط من رخصة السياقة. والفرق بين المخالفة والجنحة، المخالفة هي يمكن لك تخلص المخالفة ديالك وتفك المشكل مع الشرطي في الحين. أما الجنحة تيتدفع لك رخصة السياقة ديالك للمحكمة. يعني في هاد الحالة
هادي راه جُنحة، إلا طلب منّك الشرطي الوقوف وما وقفتيش هادي راه جُنحة وفيها خصم ديال 2 د النقاط. ننتقلوا للسؤال الموالي، السؤال الثامن: الهاتف ديالي كيصوني، واش نوقف على اليمين نجاوب نعم لا؟ الجواب صحيح هو رقم 2. حنا غاديين في طريق السيار وكيصوني عندنا شي واحد، ممنوع علينا نجاوب على الهاتف وحنا كنسوقو. هذه قاعدة، حيت إلا جاوبنا على الهاتف وحنا كنسوقو هذه مخالفة من الدرجة الثانية وفيها خصم ديال النقطة. وفي طريق السيار ممنوع علينا نوقفو، ممنوع علينا الوقوف والتوقف. يعني راه حنا في طريق السيار وطلبوا منا واش نوقفو على ود باش نجاوبو في الهاتف، لا، تنوقفو في طريق السيار إلا في حالة استعجالية. يعني الجواب الصحيح هو رقم 2. ننتقل للسؤال الموالي، السؤال التاسع: المخدرات والكحول كينقصوا من تأثير الكحول، نعم لا؟ الجواب الصحيح هو رقم 2، لا. في هاد الحالة قالوا لنا المخدرات والكحول كينقصوا من تأثير الكحول، بالعكس المخدرات والكحول كيزيدوا من المفعول ديال التأثير ديال الكحول. يعني الجواب الصحيح هو رقم 2، لا، ما كينقصوش، بالعكس راه كيزيدوا. ننتقلوا للسؤال الموالي والأخير، السؤال العاشر: من بعد 400 متر غادي نلقى فين ندير الوقود، ناخد وجبة، نرتاح، نبات في فندق؟ الجواب الصحيح هو رقم 1، 2، 3. في محطة الاستراحة كاين فين ندير الوقود وكاين فين ناخد وجبة وتيكون بلاصة فين ترتاح فيها. أما فندق لا، واحد الاستراحة تناخدو فيها استراحة من طريق السيار وكنخرجو، أما فندق راه ميمكنش لينا ناخدو فندق وحنا باقيين في طريق السيار. يعني الجواب الصحيح هو رقم 1، 2، 3. في هاد الحالة وصلنا للآخر ديال الفيديو، متنساوش ديرو لايك و سبسكرايب للقناة ونتلاقاو في فيديو جديد.